One, two, three, four. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهاردة بقى بكوباية دقيق واحدة هنعمل الجمال والعظمة دي والشياكة دي. شايفين الشكل عامل ازاي؟ والطعم طبعا ولا اروع، افضل من الشكل بكتير كمان. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. شايفين الشكل عامل ازاي؟ عظمة. يلا بينا نتعرف على المكونات مع بعض. بسم الله. هي كوباية دقيق واحدة هي اللي كانت عندي، ومحتارة عايزة اعمل حاجة حلوة، محتارة اعمل ايه. هي اللي لقيتها عندي، هبتدي اعملها حاجة حلوة معاكم وهتطلع بالشياكة اللي انتوا شفتوها معايا دي. حطيت عليها بس ذرة ملح صغيرة كده، وكوباية مية بس عشان العجن. هبتدي احط المية بالتدريج كده واحدة واحدة، وبعدين ايه اعجن فيها بالراحة كده. بس عايزة العجينة بتاعتي متماسكة، ما تبقاش طرية عشان ايه تديني نتيجة كويسة. هعجنها سريع سريع كده، مش هتاخد معايا وقت خالص خالص، وانت قاعدة كده تسالي كده. حتى لو عندك حد ولا حاجة جاي عليكي غفلة ولا حاجة على غفلة وما عندكيش مكونات الحلويات بتاعتك، ممكن تعملي دي بمنتهى السهولة. وشكلها جميل جدا وطعمها ولا اروع. هناخدها بس من البولة، احنا شربناها شوية مية كده، وهناخدها من البولة بقى على الرخامة ونعجنها حوالي ايه 5 دقايق كده. خد وهات وافتح وحط كده ولم وافتح ولم افتح ولم لغاية ما يبقى العجينة لها عرق معايا كده، ولها ايه كويسة، تبقى كويسة معايا كده. بس عجينة متماسكة، ما تكونش عجينة طرية. خلصتها كده بالشكل ده كده. هبتدي بقى اشكلها قد الليمونة الكبيرة كده، مش اكبر من الليمون، يعني تكون ايه متوسطة كده بالشكل زي ما انتم شايفين معايا كده. بسهولة جدا عملناها، ولا خدت معانا اي وقت ولا حاجة. طلعت معايا كام قرصة بالشكل ده؟ طلعت معايا 8 قرص بالشكل ده. شايفين؟ انا بوريكم بس ان العجينة تبقى متماسكة معايا، ما تبقاش طرية. هغطيها بقى واحطها ترتاح حوالي 10 دقايق كده، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. عندي بقى الشربات، انا ما بقطعش الشربات خالص من التلاجة. عندي كوبايتين سكر وكوبايتين مية، واحطهم يغلوا على النار. عصرة ليمونة وكيس فانيليا، واسيبهم يغلوا. عندك معلقة عسل جلوكوز ممكن تحطيها، ما عندكيش يبقى خلاص كفاية كده. وانا احطه في التلاجة على طول، اسحبه في اي وقت الاقيه. معايا ايه؟ هعمل صوص شوكولاتة. معايا ايه؟ جبت كوباية سكر بودرة، و4 معالق كاكاو، 2 كاكاو محلى و2 كاكاو سادة. ماشي. وهقلبهم في قلب السكر كده. ومعايا ايه تاني؟ هجيب نص كوباية زيت. انا بس بعمل في المضرب كده، هوريكم الخطوات، بس انا بعد كده هضير في الخلاط واضربه عشان الخلاط ما كانش هيظهر في الكاميرا معايا. فانا حبيت بس اوريكم الخطوات في المضرب. هو المضرب ممكن تعمليه فيه، بس بياخد نتيجة اطول شوية، بياخد وقت اطول شوية. فانا حبيت بس ابين لكم في الصوره، انا عاملاها قبل كده في القناه، اوريكم بس في الكاميرا. وبعد كده انا هنقله في الخلاط واضربه ضربتين كده، ويبقى معايا صوص شوكولاته زي الفل. انا حطيت نص كوبايه الزيت بالتدريج، خيط رفيع زي ما انتم شايفين معايا كده، نازل خيط رفيع خالص. وانا بضرب ايه يعني ما اقطعش ولا احط مره واحده، ولا اقطع واحط شويه واسيب شويه. هيطلع معايا بالشكل التحفه ده بقى. شايفين اللمعه بتاعته والقوام بتاعه عامل ازاي؟ ما شاء الله. انا خدته من المضرب، حطيته في الخلاط وضربته، اداني النتيجه اللي انتوا شايفينها دي معايا. هنعمل ايه بعد كده؟ هنفرد بقى العجينه بتاعتنا. تعالوا بقى نستمتع بقى ونفرد مع بعض ونشوف هنعمل ايه مع بعض. معايا ايه؟ معايا نشا، شويه نشا، كوبايه نشا على كوبايه دقيق. وهبتدي ايه افردها يعني فردة صغيرة كده، مش هفردها قوي دلوقتي. هفردها فردة صغيرة زي ما انتم شايفين معايا كده بايديا. العجينة مرتاحة وجميلة، وفي الفرد ايه قشطة، يعني بتتفرد معايا بكل سهولة كده. واحطهم على بعض كده، ما تخافوش، النشا عمرها ما هتلزقوا مع بعض، بس المهم يكون كمية النشا ايه كتيرة، والدقيق على على الرقاقة نفسها او على العجينة نفسها. هبتدي احطهم كلهم على بعض بقى مره واحده، لكشه واحده كده زي ما بنقول. هنحطها مره واحده كده ونفردها، مش هتاخد معانا اي وقت خالص. العجينه ما شاء الله مرتاحه، ولما بتحطهم على بعض بيسهل عليك الفرد كمان، احسن ما تعملي واحده بواحده. انا عندي النشابه بتاعتي زي ما انتم شايفين معايا كده، او الفراده، اي حاجه عندك افردي بيها. عايزه تفردي بايدك افردي بايدك، عادي جدا زي ما تحبي تعملي اعملي.
انا بوريكي الفكرة، وانتوا طبعا كلكم ما شاء الله شاطرين وممتازين. هحاول بس اشيل كده عشان اكتر النشا عشان ما تلزقش معايا. وفي حاجة لما بيبقى من تحت، اما بفرد اللي تحت بتبقى صغيرة عن اللي فوق، فانا هبدل بقى، هحط الكبيرة تحت والصغيرة فوق زي ما انتوا شايفين معايا كده. انا كترت النشا، واحط الكبيرة تحت خالص والصغيرة فوق، اصغر واحدة اخليها فوق عشان ايه تتفرد معايا بسرعة، يبقى كله قد بعضه. هي طبيعي لما تيجي تفردي لازم تبدلي كده، تجيبي اللي تحت فوق واللي فوق تحت. ليه؟ لان اللي فوق بيتفرد واللي تحت بيتفردش بنفس الايه، بنفس الحجم بتاع اللي فوق. فانا بدلته كده، شايفين كلها اتساوت بقى ما شاء الله ازاي، بقت كلها واحد مقاس واحد. هفردها بقى بالايه، من النشابه الطويله كده زي ما انتم شايفين معايا كده. باخد من جوه لبره، من جوه لبره، واركز على الاطراف كويس عشان ما تبقاش الاطراف تخينه معايا. ولما تبقى تخينه معايا هتبقى ناشفه. انا مش عايزاها ناشفه، انا عايزاها هشه خالص خالص كده، من غير دهون بقى ومن غير خميره ومن غير اي حاجه خالص. وفردناها سريع سريع كده. كده خلاص، كده خلاص. هننضف بقى حواليها كده، نشيل اي نشا واي ضيق حواليها، ونشوف هنعمل ايه بقى مع بعض. الخطوات اللي باقيه بقى ايه بسيطه جدا. جبت الصينيه بتاعتي كده وحطيت فيها، دهنتها شويه ايه، زبده. عندي بقى شويه مكسرات باقيين من شهر رمضان كده، بشيلهم انا في الفريزر عشان احتفظ بالحاجه بتاعتي ما تخسرش مني او ما تبص مني. هبتدي بقى ايه احشيها كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين معايا كده. هحشي، ما هتخنهاش بقى، هتشوفوا دلوقتي معايا. يا دوب هي لفة والتانية واقطع، لفة والتانية واقطع، عشان ما تبقاش تخينة معايا او سميكة معايا او الحجم بتاعها سميك معايا. هي يعتبر ايه بديل الجلاش، تعتبر بديل الجلاش. هقطعها كده بالشكل ده كده واحطها في الصينية معايا. ممكن تحطها مدورة كده، ممكن تحطها مدورة كده، تشيليها تحطها في الصينية على حجم الصينية، وتقطعها زي ما انت عايزة، تحشيها وتحطها زي ما انت عايزة. بس هتشيلي واحدة واحدة عشان ايه تحشيها زي ما انت عايزة تحشيها. هتلفيها بقى، لفها بالشكل ده كده. بس هي بصراحة بتبقى كده اشيك في التقديم، بتبقى جميلة كده واشيك في التقديم. عايز تعمليها بقى زي ما انت عايزة مدورة، ممكن تشيلي واحدة واحدة عشان الحشو، وبعد كده تحطي مثلا 4 وبعدين تحشي وتحطي 4 فوقيها وتقطعها وتحطها في الفرن، هتبقى برضو جميلة معانا. ببتدي بقى ايه احطها في الصينية زي ما انتم شايفين معايا كده. بعد كده هاخد مقاس الصينية عشان كانت بتبقى فيه زيادة معايا، بقطعها في الصينية، بحطها بقى برصها كده زي ما انتم شايفين معايا كده. باخد الطول بتاع الصينية، انا خدت الطرف ده بس كده، كانت اللي قبليها ناقصة شوية، فايه حطيتها عليها زي ما انتم شايفين معايا كده. اهي كده بكمل الايه الرصة بتاعتي. هي الصينية ديت بتاعتي كانت كبيرة شوية، فايه ما لقيتش صينية اصغر فعملتها برضو، مش هتقول لا، اللي معانا يمشي. معايا بقى كوباية زبدة كده انا مسيحاها، حطيت نصها بس على الايه، على الجلاش. يعني قيمة حوالي كده نص كوباية من نص كوباية كوباية الا ربع، وحطيتها في الفرن. ولعت الفرن فوق وتحت وطلعتها، قعدت معايا 10 دقايق في الفرن وطلعتها، خدت اللون الجميل ده معايا وطلعتها. الشربات بتاعي بقى هسقيها بالشربات بتاعي كده زي ما انتم شايفين معايا كده، وابتدي اقطعها بقى الحجم اللي انت عايزه تقطعيه قطعيه. هشه بقى ومقرمشه وجميله جدا جدا، تحفه. شايفين مورقه خالص ازاي من جوه ما شاء الله، زي الجلاش بالظبط، وهشه جدا جدا ومورقه وجميله جدا وخفيفه خالص. قطعتها كلها زي ما انتم شايفين معايا كده، شايفين مورقه خالص ازاي ما شاء الله، والحشوه فيها تحفه ازاي، جميله ومتماسكه كده وجميله، ولا مفروله ولا اي حاجه خالص. معايا صوص الشوكولاته بتاعي بقى، ومعايا الشوكولاته الملونه دي، ومعايا جوز الهند، ومعايا الطبق طبعا. جبت الشوكولاته كده، جبت الواحده، وبعز بس طرف حته الجلاشه كده شوكولاته، واحطها في الشوكولاته سايحه، صوص الشوكولاته يعني. وبعدين احطها في الشوكولاته الملونه عندي، وبعد كده برصها في الطبق كده. انا كنت عايزاه جوز الهند، بس بصراحه لقيت الشوكولاته افضل، فعشان كده حطيتها كلها شوكولاته اللي هي الملونه دي. ادتني طعم بقى وشكل وايه، كانت حاجة بصراحة، بصراحة شرفتني والله العظيم، جميلة جدا ما شاء الله. بألف هنا وشفا يا رب للي هيجربها، وبألف هنا وشفا يا رب للي أكل كده. وكان ده الشكل النهائي بتاعي بقى.
ما شاء الله طلعت تحفة. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ده كان شكلها النهائي بقى. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد وحصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.